توكل على الله. السلام عليكم. كان معانا تجميعة من المذر بورد الأورس الماستر الزد 790 LGA 1700 13 generation و 12 generation DDR5 up to 192 جيجا dual channel memory. أما بالنسبة للبروسيسور كان معانا البروسيسور ال13 generation 13900K توتال كورز 24 توتال ثريد 32 ماكسيمم تربو فريكوانسي 5.8 جيجا هرتز. اما عن الM.2 فكان معانا 990 سامسونج برو، وده من الحاجات المميزين بيها جدا. 2 تيرا NVMe read write speed up to 7450 6900 في الرايت. فكان معانا الرام ال 64 جيجا الكينجستون فيوري بيتس 64 جيجا 2 باي 32 جيجا بايت RGB، والرامات من شركة كينجستون. الكيس والباور سبلاي 1000 واط جولد سيلفر ستون، والمبرد 360 كولر ماستر ليكويد ML 360 LV2. من النقط الخاصة بالمذر بورد الزد 790 أورس ماستر فيسز ديجيتال باور تصميم الطاقة 20+1+2. الباور ستيج 105 امبير مرحلة طاقة، 8 لاير PCB والPCIe 5، وبتعتمد مراحل الطاقة على الفي كور. Advanced Thermal Design تصميم حراري متقدم من نانو الكربون وغطاء الألمنيوم. Thermal Guard 3 لاش بلس، وده البوتون اللي بيساعد في فك كارت الشاشة بسهولة جدا. بالضغط عليه بيطلع من الدرع الالترا ديورابل ارم اللي الكارت راكب عليه، وبرضك موجود في الM.2 اللاش بلس. الرام DDR5 دول تشانل مع درع فائق التحمل، والغطاء الخلفي من الألمنيوم والنانو كروم. الباك بليت اللي مغطي المذر بورد بالكامل. الواي فاي والايثرنت 10 جيجا واي فاي 6E. USB تايب سي في الباك بليت في عندنا 3 10 USB 3.2 وكيو فلاش بايوس وكلير بايوس، نقدر ان احنا نستخدمهم من البوتون الخلفي في الباك بليت. الPCIe الM.2 1 5.0 و4 PCIe 4.0 M.2 والثيرمال جارد. ودي كانت معلومات عن المذر بورد الماستر. كارت الشاشة كان MSI 4070 Ti، ودي كانت التجميعة
مع المذر بورد الجيجا بايت اورس ماستر زد 790، ودي من اعلى انواع المذر بورد. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل ما هو جديد مع بركة كمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله.